بر قایق به کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن هم خوردن مدیا و کی مصرفین دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير أعزائي المشاهدين، أنا مجددا معكم في برنامج أزوتا في حلقة مهمة جدا حول زيارة رئيس الإقليم رئيس نجيفان برزاني رئيس إقليم كردستان إلى بريطانيا. وضيفي اليوم هو المحلل السياسي الأستاذ محمد زنكنة. أهلا وسهلا بك في قناة بيف تي في، قناة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا. شكرا جزيلا لكم، مساء الخير عليكم وعلى كل الزملاء وعلى كل المشاهدين والمتابعين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. إقليم كردستان العراق المنطقة الأكثر أمانا في بلد يمزقه العنف وتمزقه التجاذبات السياسية. تشكلت حكومة إقليم كردستان عام 1992 من قبل المجلس الوطني الكردستاني أي البرلمان، ومنذ ذلك الوقت يشهد الإقليم تحديات داخلية وإقليمية وعالمية. وبعد الاستفتاء الذي كان تحديا من حكومة الإقليم وسيادة الرئيس مسعود البارزاني في عام 1917 شهد هجوما إقليميا من الجيران ومن الدول الأجنبية وتوترت العلاقات، ولكن حاليا نشهد انفراجا في العلاقات بين حكومة الإقليم وبين الدول الإقليمية وأيضا الدول العالمية. وعلى إثر هذه العلاقات وجهت دعوة رسمية من رئيس الوزراء البريطاني إلى سيادة الرئيس نجيفان برزاني، وزار مع وفد رسمي إلى لندن في الأربعاء الماضي أي في 15 أيلول. فما أين تكمن أهمية هذه الزيارة بالنسبة للعلاقات بين حكومة الإقليم وبين بريطانيا؟ هذه الدولة من إحدى الدول الخمس العظمى في مجلس الأمن. نعم، مساء الخير، تحية طيبة لك ست نجاح ولكل المتابعين والمشاهدين والزملاء. طبعا هذه العلاقة مهمة جدا، وخصوصا أنها ليست جديدة، هي علاقة قديمة. الجانب البريطاني كان له دور كبير جدا وفعال في تحديد المنطقة الآمنة خط 36 بعد انتفاضة عام 1991، وهذه المسألة لعب فيها السير جون ميجر دورا مهما وكبيرا، بالإضافة إلى الدور الفرنسي السيدة دانيال ميتران الراحلة، الرئيس الراحل
حلف فرانسوا ميتران. ولا ننسى أيضا بأن كان لتركيا أيضا وللولايات المتحدة أيضا دور حول هذا الموضوع. هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية كما تفضلت من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون عن طريق وزير الخارجية البريطاني الذي زار إقليم كردستان قبل فترة بعد زيارته لبغداد، وعقد مؤتمرا صحفيا مع السيد نيشيرفان بارزاني، وأكد على عمق وقوة العلاقات بين إقليم كردستان وبريطانيا. بالتأكيد بريطانيا كإحدى خماسي الفيتو الدولي في مجلس الأمن هي دولة مهمة جدا. بريطانيا هي من صنع العراق وصنعت العديد من الدول على مستوى المنطقة، وكان لها دور مهم جدا في ما بعد سايكس بيكو في رسم الخارطة الجديدة للمنطقة. واعتقد بأن الجانب البريطاني اليوم يريد أن يعيد شيئا من دوره في العراق بعد أن أصبح الدور بالكامل إلى الجانب الأمريكي. البريطانيين والفرنسيين يشعرون بأن الأمريكان هم أخذوا كل الأضواء، وخصوصا أن الأمريكان هم عرابو العملية السياسية العراقية الجديدة. إذن هذه الزيارة أتت في إطار مزيد من تقوية العلاقات مع إقليم كردستان. بريطانيا هي موجودة ضمن التحالف الدولي للحرب ضد إرهابي داعش. بريطانيا دعمت قوات البيشمركة وهي مشاركة في مسألة إصلاحات البيشمركة جنبا إلى جنب مع الجانب الأمريكي وبعض الدول الأوروبية. أيضا هناك زمالات دراسية لطلاب من كردستان في بريطانيا، وهناك قنصلية قوية عامة بريطانية في الإقليم، وهناك استثمارات أيضا بريطانية وشركات إنجليزية تعمل في إقليم كردستان. إذن كل هذه المسائل، المصلحة العامة البريطانية والمصلحة العامة الكردستانية، عندما التقيا في هذا الموضوع كان لبريطانيا دورا مهما في إعادة العلاقات القديمة الجديدة مرة أخرى وإعادة تنشيطها، وخصوصا أن السيد بوريس جونسون أيضا له صداقات قوية جدا مع قيادات إقليم كردستان. عندما كان عمدة للندن زار كردستان لأكثر من مرة وتجول في شوارع أربيل، وكانت له العديد من الاجتماعات مع القيادات السياسية في إقليم كردستان. إذن إقليم كردستان اليوم يلعب دورا مهما بسبب الأمان والاستقرار السياسي والاستقرار الأمني لإقليم كردستان، دور مهم في الحرب ضد إرهابي داعش. قوات البيشمركة أصبحت قوات معترف بها دوليا. يعني على سبيل المثال الرئيس مسعود بارزاني صرح قبل فترة بأن السفير الفلبيني في العراق قال بأن كلمة البيشمركة تعتبر مقدسة اليوم في الفلبين، وأن الفلبين يمكن حتى قبل 10 سنين ما كانوا يعرفون أين تقع كردستان وماذا تعني كردستان ومن هم الكرد. إذن كل هذه المعطيات جرت الجانب البريطاني لأن يكون موجودا ومتواجدا في الساحة السياسية الكردستانية، وأن يكونوا على نفس الخط مع المصلحة العامة الكردستانية، وخصوصا أنهم يعلمون جيدا بأن الكردستانيين لا يعملون مع جانب ضد جانب آخر، أي أن المصلحة العامة الكردستانية لا تخرج أبدا من المصلحة العامة العراقية، وهذا ما لا يفهمه للأسف حكام بغداد. في ظل هذه المعطيات البريطانيين اليوم يلعبون هذا الدور الكبير. وبكل صراحة هذه الزيارة والزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس نيشيرفان بارزاني لأكثر من مؤسسة ولأكثر من جهة في بريطانيا أثبتت بأن العلاقات قوية وما زالت قوية، وبالتأكيد مرشحة لأن تكون أقوى في المستقبل. نعم بالتأكيد أستاذ محمد، ولكن ألا تعتقد بأنه هناك يعني كان يوجد فتور في العلاقات بين إقليم كردستان ولو يعني بشكل مباشر؟ طيب ليش تأخرت حكومة الإقليم بفتح هذه العلاقات؟ هل كانت سبب هو الجانب البريطاني أم الجانب الكردستاني؟ طبعا لنكن واقعيين حول هذا الموضوع. نعم لنكن واقعيين حول هذا الموضوع. لا نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وخماسي الفيتو الدولي وقفوا ضد الاستفتاء. لو كانوا واقفين ضد الاستفتاء لما كان الاستفتاء حصل من أساسه. لكانوا قالوا منذ البداية أرجوكم نرجوكم لا تخطوا هذه الخطوة، فيها خطر عليكم. ولكان الجيش العراقي موجودا الآن في قلب أربيل بكل صراحة. هناك أيضا مشروع في أروقة مجلس الكونغرس الأمريكي، مشروع دعم استقلال كردستان. هذه المسألة حتى ولو كانت اليوم طي الرفوف لكنها مهمة جدا ويمكن الاعتماد عليها. لا نستطيع القول بأن العلاقة صاحبها الفتور، لا، على العكس. بعد الحصار الذي فرض على إقليم كردستان من قبل حكومة العبادي، فرنسا فتحت الباب
لإقليم كردستان، وتوجه الرئيس نيشيرفان بارزاني إلى فرنسا وإلى العديد من الدول الأوروبية، وكانت له أيضا تواصلات واتصالات مع الجانب البريطاني. نستطيع القول بأن هناك ظروف قاهرة أعتقد أخرت العديد من المشاريع التي كانت موجودة والتي تنفذ الآن. مسألة كورونا أخرت كل شيء، مسألة الأزمات المالية والاقتصادية التي مر بها العراق ومر بها الإقليم، مسألة البريكزيت يعني مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومسألة الأزمة السياسية في بريطانيا، يعني أكثر من عملية انتخابية وعدم القدرة على تشكيل الحكومة. وجود تيريزا ماي والتي كانت رئيسة للوزراء أعتقد كان يشكل عقبة صغيرة بعض الشيء حول هذا الموضوع. تيريزا ماي كانت لها أفكار يعني غير لا تتناسب مع الواقع الكردستاني، ولذلك هذه يعني رئيسة الوزراء لم تستمر. يعني بعد مسألة الاستفتاء وبعد خيانة 16 أكتوبر لنرى اللاعبين الذين كان لهم دورا في هذا الموضوع أين ذهبوا؟ تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي أقيل في فترتها من قبل الرئيس دونالد ترامب. تيريزا ماي خرجت من الحكم. كثير من المسؤولين وكثير من الذين كانوا متواجدين من أهمهم بريد ماكغورك يعني نعم عاد الآن مرة أخرى، ولكنه ليس بالقوة التي كان يتمتع بها في زمن أوباما وترامب. إذن أعتقد بأن السيدة تيريزا ماي لعبت دورا في هذا الفتور إن سميناه فتورا، هذا بالإضافة إلى الأزمات الداخلية البريطانية ومسألة كورونا والأزمات السياسية أيضا في العراق. وإلا لا نستطيع أن نقول بأن حكومة الإقليم تأخرت في هذه المسألة، على العكس يعني حكومة الإقليم اليوم تسمي شارعا باسم السير جون ميجر في أربيل، هناك أيضا شارع آخر باسم المنطقة الآمنة، يعني افتتحت احتفاء بهذه المسألة، مسألة تحديد المنطقة الآمنة خط 36 من قبل مجلس الأمن الدولي. إذن إن كان هناك فتور فالإقليم ليس مسؤولا عنه، وإن كان هناك تأخر في التحرك تجاه بريطانيا وتجاه الجانب الأوروبي الظروف القاهرة كانت أقوى من ذلك، وإلا فإن الإقليم كان وما زال مستعدا. ولمعلوماتكم في زمن ترامب كانت هناك دعوة وجهت للرئيس نيشيرفان بارزاني من قبل الولايات المتحدة وإيران، ولكن مسألة كورونا حالت دون تلبية هذه الدعوة وبقيت هذه الدعوة. لكن أنا أتوقع في يوم من الأيام ستوجه الدعوة من قبل الرئيس بايدن إما للرئيس نيشيرفان بارزاني أو لدولة الرئيس مسرور بارزاني، وأعتقد أن هذه المسألة ليست بالقريبة جدا لكنها لن تكون بعيدة. نعم إن شاء الله. ودامت زيارة الرئيس نيشيرفان بارزاني إلى بريطانيا 3 أيام، وقام بالعديد من الاجتماعات ومنها مع الاجتماع مع وزير الدفاع البريطاني ولس على خلفية، وجرت بعض النقاشات على خلفية اجتماع وزير الدفاع البريطاني مع السفير البريطاني في العراق. ما هي أهم نتائج هذه الزيارة أو هذا الاجتماع؟ نعم، أنا أشرت منذ البداية بأن بريطانيا تتواجد في مسألة أو في التحالف الدولي للحرب ضد إرهابي داعش. بريطانيا أيضا تتواجد في مسألة عملية الإصلاحات التي تقودها حكومة إقليم كردستان في إطار وزارة البيشمركة. هناك تدريب تتلقاه قوات البيشمركة من قبل دول التحالف، هناك تسليح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تعاون عسكري. إذن مسألة يعني المزيد من التعاون العسكري، مسألة المزيد من الدور البريطاني في عملية الإصلاحات وإعادة هيكلة وزارة البيشمركة، بالإضافة إلى مسألة ما الوضع العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي. أنا أعتقد أن هذه النقطة كانت من أهم النقاط التي نوقشت بين الرئيس نيشيرفان بارزاني والجانب البريطاني. كما قلت الجانب البريطاني كان له دور مهم في رسم هذه المنطقة في إطار التدخل الإيجابي الدولي في الوضع العراقي، والذي نتج عنه إقليم كردستان وتأسيس تشكيل حكومة إقليم كردستان وانتخابات برلمان كردستان قبلها. هذه هي النقاط المهمة التي تم التناقش حولها. ولكن هناك أيضا نقطة مهمة جدا لا يجب أن ننساها. بريطانيا تعلم جيدا كيف تتعامل مع الكرد وكيف تتعامل مع الشيعة والسنة. بريطانيا كانت تؤيد السنة منذ تأسيس الدولة العراقية، وبريطانيا دعمت دولة عراقية عربية القومية سنية المذهب في هذه المنطقة لتقف ندا
ووجها إلى وجه أمام التمدد الإيراني، إن كان في زمن الشاه أو كان في زمن ما بعد الشاه. وفي زمن ما بعد الشاه زاد الدعم للحكومة العراقية في زمن صدام حسين، مما نتج عنه حرب ال8 أعوام والخراب والدمار الذي واجه اقتصادي العراق وإيران. لكن اليوم المعطيات تغيرت تماما، الأمريكان هم الرقم واحد، النمبر 1، ولكنهم بدأوا يتلاشون شيئا فشيئا، لأنهم يقولون بأننا صرفنا كثيرا على الحكومة العراقية ولم تحقق الحكومة العراقية هذا النجاح المرجو، بدليل مليارات الدولارات من الأسلحة أصبحت غنيمة رخيصة بيد إرهابي داعش. البريطانيين أيضا يفكرون بهذه العقلية، هم يعني يبحثون عن المصلحة العامة وعن من يحافظ على وجودهم ومصالحهم، وخصوصا من الجانب العسكري. اليوم قوات البيشمركة بدليل وجود طلاب من البيشمركة يدرسون في معهد ساندهيرست البريطاني العسكري يؤكدون ويبينون بأن لهذه القوة أهمية كبيرة ويجب أن تساعد وتدعم هذه القوة. دعم قوات البيشمركة كان من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين. لا نستطيع أن نقول بأن هناك اتفاق موقع واتفاق تم الحديث عنه، لكن الاتفاق موجود، التفاهم موجود، إلا أن مزيدا من الدعم من قبل الحكومة البريطانية لقوات البيشمركة هذا كان من أهم النقاط التي نستطيع أن نستخلصها من خلال هذا الاجتماع بين الرئيس نيشيرفان بارزاني ووزير الدفاع البريطاني. نعم أستاذ زنقنة، هل سيكون لبريطانيا دورا في توحيد قوات البيشمركة في الإقليم؟ مسألة توحيد قوات أعلم أن هذا أمر مهم جدا. صحيح. مسألة توحيد قوات البيشمركة يعني كان مشروعا قدمه الرئيس مسعود بارزاني عندما كان رئيسا لإقليم كردستان. في تلك الفترة جميع الأطراف السياسية وافقت على هذا المشروع بدون أي استثناء. وتذكر في تلك الفترة السيد مصطفى سيد قادر كان وزيرا للبيشمركة، وهو قيادي سابق في الاتحاد الوطني وقيادي حالي في حركة التغيير، وهو الآن نائب لرئيس إقليم كردستان. ولكن الظروف التي واجهت كردستان بعد مسألة ما قبل داعش وما بعد داعش، والمظاهرات التي شهدناها في مدينة السليمانية، والمحاولة على الانقلاب ومحاولة الانقلاب على رئاسة الإقليم والتي تمت في برلمان كردستان ولكنها فشلت، حالت دون هذه المسألة. إذن المشروع موجود بوجود البريطانيين أو بعدم وجود البريطانيين، ولكن في المرحلة القادمة ما بعد داعش بات ضروريا ومهما جدا في ظل وجود فتور في العلاقة العسكرية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، في ظل وجود عقلية لا تتقبل المقابل، عقلية لا تساعد قوات البيشمركة. لمعلوماتكم منذ عام 2006 هناك اتفاق شفوي وهو ينتظر التوقيع فقط، كان من المفروض أن يوقع بين الرئيس مسعود بارزاني ونور المالكي الذي كان رئيسا للوزراء العراقي في ذلك الوقت، يعني 2006 ونحن في 2021. هذا الاتفاق ما زال معطلا. إذن عندما ننتظر كل هذه السنين لمجرد توقيع واحد فقط، أعتقد أن على الإقليم أن لا يقف مكتوف الأيدي، ويجب أن يطرق كل الأبواب لمساعدة قوته العسكرية وكيانه العسكري. قوات البيشمركة لها ما لا يقل عن حصة 17% من التسليح الذي تتحصل عليه الدولة العراقية والمنظومة الأمنية والدفاعية العراقية. طلقة واحدة لم تصلنا من بغداد حول هذا الموضوع. إذن لا بد لبريطانيا أن يكون دورا كبيرا ومهما وفعالا، وخصوصا بأنها لاحظت الفرق بين قوات البيشمركة والقوات الأخرى العراقية في ظل وجود ميليشيات ولائية تريد أن تكون فوق المنظومة الأمنية والدفاعية العراقية. بالتأكيد سيكون للبريطانيين دور في إعادة صياغة هيكلية وزارة البيشمركة، في إعادة توحيد قوات البيشمركة، وهذه المسألة خطيت في اتجاهها خطوات إيجابية ومهمة جدا بتوحيد الوحدة الاقتصادية أو وحدة المالية للوحدتين 70 و80 لوزارة البيشمركة، شيئا فشيئا هذه المسألة تخطو خطوات إيجابية نحو هذا الموضوع. ولكن المسألة ليست سهلة، ليست بسيطة، يعني وجود إدارتين لأكثر من 10 أعوام لا أعتقد بأن توحيدها يكون من السهل جدا، لكن للبريطانيين دور كبير جدا ومهم وفعال في هذا الموضوع. نعم. وفي اليوم الرابع، اليوم الأربعاء، في يوم وصول سيادة الرئيس مع وفده لبريطانيا، جرت مأدبة عشاء مع البرلمانيين البريطانيين، وذلك لتشكيل الصداقات
بين أهم الشخصيات السياسية في بريطانيا ومع حكومة الإقليم. وطبعا أكدت هذه الشخصيات على حماية حقوق الإقليم الدستورية. نعم. وهذا مهم جدا طبعا. هل من هذه الحقوق الذين أكدوا عليها حقهم الدستوري في المناطق المتنازع عليها بموجب القرارات الدستورية والقوانين الدستورية بما فيها كركوك؟ نعم، هناك نقطتين أحب أن أعرج عليهما. أولا مسألة هذا التيار الذي يعتبر نفسه صديقا، وهو فعلا يعني صديق لإقليم نعم. كردستان، يترأسه البرلماني جاري كينت، ويعني التقيته قبل سنوات، كان يقول بأنه في بريطانيا يطلقون عليه اسم كاك جاري لأنه مقرب جدا، نعم مقرب جدا من الكرد، وهو صديق يعني منذ زمن بعيد، منذ يعني ثمانينيات القرن الماضي، وهو كان صحفيا ودبلوماسيا في نفس الوقت. هذا التيار نعم يساعد وبشكل قوي جدا في الضغط على الحكومة لمزيد من الدعم لكردستان. النقطة الثانية، نقطتين تركز عليهما بريطانيا في العراق، كركوك والبصرة. هاتين النقطتين نعم. هي النقطتين التي ترتكز عليهما بريطانيا. لماذا؟ لوجود وفرة من النفط والمعادن في هاتين المدينتين. ولمعلوماتكم، أولى التحركات البريطانية نحو الشرق الأوسط والتي توجهت إلى العراق بدأت من البصرة واستقرت في كركوك. وبعد عام 2003 أولى قنصليتين افتتحتا لبريطانيا كانتا في كركوك والبصرة. إذن مسألة كركوك هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لبريطانيا. ويقال أحيانا، أنا لا أستطيع أن أجزم بأن هذه المسألة هي حقيقية، بأن ضغوط بريطانية أحيانا تحول دون تنفيذ المادة 140 لأنها تريد أن تبقى هذه المسألة معلقة لكي تتمكن من التحكم أكثر بهذا الموضوع، بمسألة إدارة الثروة الثروة الطبيعية التي تتواجد في كركوك. بالإضافة إلى ذلك فلننظر إلى وضع البصرة، كيف تعيش البصرة الآن؟ البصرة أعتقد لو تم إدارة ملف الثروات الطبيعية فيها فستشكل قوة اقتصادية كبيرة جدا تستطيع أن تدير الدفة الاقتصادية لما لا يقل عن 70% في العراق. البصرة فقط بوجود نعم. الثروات الطبيعية والثروات الزراعية والثروات المائية والكثير من المسائل. إذن بريطانيا تركز على هاتين النقطتين. ولكن فيما يتعلق بكردستان، نعم هناك قوة ضاغطة في داخل البرلمان البريطاني، مجلس العموم، مجلس اللوردات حول هذا الموضوع. هناك صداقات كثيرة جدا بين أعضاء في المجلسين مع الشعب الكردي وشعب كردستان، مع قيادات سياسية في كردستان ومع حكومة إقليم كردستان. ولكن هذه المسألة لا تكفي بكل صراحة. لماذا؟ لأنهم ليسوا مصدرا لصنع القرار، لأنهم ليسوا النقطة الأخيرة، الفلتر الأخير الذي يمر منه القرار. يستطيعون أن يضغطوا على الحكومة، نعم. يستطيعون أن يبنوا رأيا عاما، نعم هذا صحيح جدا. يستطيعون أن يبينوا بأنهم يؤيدون الحقوق الدستورية لكردستان، ولكن متى وكيف؟ في إطار العراق. أتذكر قبل عامين أو أكثر أو 3 أعوام كنت في زيارة أحد أحفاد القائد الكردي الخالد الشيخ محمود الحفيد، وكان لي شرف الالتقاء به للحديث عن تاريخ الشيخ محمود الحفيد. السؤال الأول الذي بدأت منه، السفير البريطاني في ذلك الوقت كان ضيفا على الشيخ محمود كاوى حفيد زادة، قال لي بكل صراحة إنهم يؤيدون كافة الحقوق الدستورية لشعب كردستان ولكن في إطار العراق. لم يتحدثوا عن استقلال كردستان، لم يتحدثوا عن وجود دولة كردستانية. بالإضافة إلى ذلك عندما يقولون حقوق كردستان في إطار العراق هناك تعبير مطاطي. يعني ماذا تقصدون بذلك في إطار العراق؟ نحن نطالب بتنفيذ المادة 140 مثلا. هم يتحاشون الحديث عن هذا الموضوع، يقولون بأنه شأن داخلي عراقي، هي مادة دستورية يتفق العراقيين على تنفيذها أو عدم تنفيذها. إذن هذا مهم جدا أن تكون لنا صداقات في داخل مجلس العموم البريطاني، في داخل مجلس اللوردات البريطاني، وداخل الحكومة البريطانية. نعم، ولكن
هل يستطيعون أن يصنعوا القرار؟ هذا ما يتوقف عليه قرار الحكومة البريطانية نفسها، لأن الحكومة البريطانية هي الحاكم الفعلي للبلاد، والحكومة البريطانية هي التي تسير أمور البلاد بغض النظر عن وجود النظام الملكي والنظام البرلماني. القرار الأول والأخير يبقى بيد الحكومة، ولكن علينا أن لا نفقد هذه الصداقة، على الأقل للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات وما نريد أن نحققه مستقبلا، والذي سيضع الجميع أمام الأمر الواقع عندما نرى للأسف خرابا في إدارة دفة البلاد من قبل الحكومة العراقية والأطراف الميليشياوية التي تتحكم في العراق. في ذلك الوقت سيكون من الواقعي جدا، سيكون أمرا واقعا أن يكون هناك تأييدا لكردستان، تأييدا لما يصبو إليه كردستان، لما تصبو إليه القيادات السياسية الكردستانية. نعم، من الممكن أن نحتاج وقتا طويلا، لكننا لا يجب أن نخسر هذه الصداقات ولا أن نخسر هؤلاء الأصدقاء. نعم بالتأكيد أستاذ محمد، الصداقات مهمة جدا، وخاصة الصداقات الاستراتيجية واللوجستية أيضا في تشكيل علاقات أعمق. بدنا نحيي كل المشاهدين وكل اللي بيتابعونا، وطبعا نشكركم على هذه المتابعة القيمة وبعض التعليقات وبعض الأسئلة، باعتبار لا زلنا في الحديث عن العلاقات وعلى تأثير ودور بريطانيا في العراق وفي كردستان. في سؤال للأستاذ عبد الخان كلداري يقول: ألم يكن امتلاك كركوك باختصار أستاذ محمد بإيعاز بريطاني؟ وأيضا سؤال آخر أتبعه: هل لا تزال العراق تحت الوصاية البريطانية؟ نعم، أبدأ بجواب السؤال الثاني. العراق دولة مستقلة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، عضو مؤسس للأمم المتحدة، عضو مؤسس لجامعة الدول العربية، عضو مؤسس لمنظمة العمل الإسلامي، كان عضو في دول عدم الانحياز. إذن قانونيا على مستوى العالم العراق دولة لا وصاية عليها، ولا يوجد لا يكمن تحت الانتداب، وخصوصا بعد الجلاء العام. ضمنية أستاذ محمد. نعم، وليست وصاية قانونية. نعم، يعني أنا أريد أن أشرح الموضوع سياسيا ودوليا وفعليا، أو فيما تحت الكواليس وما خلف الكواليس. لكن بشكل فعلي اليوم لا نستطيع القول بأنها أيضا تحت الوصاية البريطانية. لماذا؟ لأن الأمريكان سحبوا البساط من تحت أقدام البريطانيين. كما قلت، البريطانيين كانوا يدعمون دولة عراقية عربية سنية المذهب. اليوم الأمريكان يدعمون دولة ذات أغلبية شيعية يعني تكون صداقة قوية مع إيران، ولكن هذه الصداقة متأرجحة وتعتمد على المصالح. أحيانا ستكون لإيران اليد الطولى، أحيانا العراق يرد على إيران، وهكذا يعني. ولكن نستطيع القول بأن اليوم العراق يكمن تحت الوصاية الأمريكية أكثر مما هو تحت الوصاية البريطانية فيما يخص الاتفاقيات الدولية في خلف الكواليس. أما بالنسبة لكركوك، نعم كانت هناك تسريبات بأن تيريزا ماي هي التي ساهمت عندما كانت رئيسا للوزراء في مسألة كركوك، ولكن هناك ندم شديد وكبير جدا. يعني بعض الوثائق السرية سربت بأن الجانب الأمريكي لام الجانب البريطاني. الجانب الأمريكي وقف لا يتحرك حول مسألة الخيانة التي حصلت في كركوك، ولكن عندما دخل الإيرانيون بالكامل إلى الوضع في كركوك وأصبحت كركوك تحت رحمة الميليشيات، كانت هناك ملامة قوية للجانب الإيراني ولدت خلافا حول هذا الموضوع. ولكن أمريكا ما زالت تقف، يعني لا أقول مكتوفة الأيدي، ولكن لا تتحرك حول هذا الموضوع، تريد أن ترى إلى أين يصل الوضع. نعم، تيريزا ماي كان لها دور حول هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن الحكومة الحالية البريطانية تريد أن تعمل على إصلاح هذا الموضوع. هي أمام يعني نقطتين مهمتين تريد اجتيازهما: النقطة الإيرانية والنقطة التركية. أولا، الأتراك لن يسمح لهم بالتدخل في كركوك مهما فعلوا. نتذكر في عام 2003 كيف تم تعصيب عيون 7 جنود أتراك من قبل الأمريكان الذين حاولوا أن يدخلوا إلى كركوك ويعقدوا اجتماعا أمنيا في كركوك. يعني لنسأل لماذا لا توجد قنصلية تركية في كركوك حتى الآن؟ توجد قنصلية تركية في البصرة، توجد قنصلية تركية في أربيل، لماذا لا توجد في كركوك؟ إذن هم لا يسمحون بهذا الموضوع. لكن اليوم الإيرانيين عن طريق ميليشياتهم يسيطرون على الكثير من الوضع في كركوك، لكن هذه المسألة لن تستمر، وبالتأكيد ستراجع بريطانيا نفسها حول الخطأ الكبير الذي ارتكبته في عام 2017. نعم.
شكرا أستاذ محمد. هناك سؤال آخر من الأستاذ فرهاد دريعي، طبعا على خلفية العلاقات وتحسين العلاقات بين إقليم كردستان وبين الدول العظمى فرنسا وبريطانيا تحديدا. هل لديهم استعداد للاعتراف بما أقدموا عليه من جريمة التقسيم لكردستان، والاعتراف بهذا العمل الذي كان له تأثيره الأعمق في تحويل كردستان إلى أربع أجزاء، كل جزء يتبع لدولة لها وزنها وثقلها في المنطقة ولها أسلوبها في تدمير المشروع القومي الكردي في الاستقلال؟ طبعا هذا التقسيم لم يطل فقط كردستان، يعني المنطقة العربية بشكل عام. يعني البريطانيين شكلوا دولة العراق والجمهورية المصرية في ذلك الوقت عندما كانت تحت الانتداب بعد الاستقلال وبعد الجلاء البريطاني. الجلاء البريطاني تم في زمن الرئيس جمال عبد الناصر كما نتذكر. الإيطاليين بنوا ليبيا، الفرنسيين ساهموا في إنشاء سوريا وبعض الدول الأفريقية في دول حوض النيل وما إلى ذلك. لكن التقسيم الأكبر والأقسى كان من نصيب الكرد. لماذا؟ الدول العربية اليوم هناك أكثر من 20 دولة عربية، ولكن حتى دويلة كردستانية لم يتم الاعتراف بها في ذلك الوقت. هذه المسألة تعود إلى العديد من المعطيات. يقال أن بعض منها، يقال، أنا يعني لا أجزم حول هذا الموضوع، بأن المسألة تعود إلى ما فعله صلاح الدين بطرد الصليبيين في وقتها من بيت المقدس، من أورشليم، من القدس. ولكن أعتقد أن هذه الحجة ضعيفة جدا حول هذا الموضوع، ضعيفة جدا جدا. لكن تقال، يعني يقال هذه المسألة تقال وتثار أحيانا. لكن أعتقد بأن عدم تسليم الكرد أنفسهم إلى هؤلاء القادة، وأنا أقصد القادة الحقيقيين الذين قادوا ثورات النضال الكردي، يعني أنا أقصد عبيد الله النهري والشيخ رضا درسيمي والشيخ عبد السلام البارزاني، الشيخ الشهيد عبد السلام بارزاني، والشيخ أحمد والملا مصطفى البارزاني، وكثير من القادة في 4 أجزاء كردستان عندما قادوا النضال التحرري الكردي، بعكس قادة العديد من الدول العربية ودول الشرق الأوسط الذين تعاونوا تعاونا مهما وكبيرا جدا مع المستعمر لتتشكل لهم هذه الدولة. نعم، على سبيل المثال نأخذ غاندي وازن بين المصلحة العامة للشعب الهندي والتعاون مع الجانب الإنجليزي، لكنه خسر بنغلاديش وباكستان. الكرد لم يكونوا مستعدين لمزيد من التقسيم حول هذا الموضوع، لذلك كل هذه الدول صرفت نظرا عن استقلال كردستان بدليل استبدال سيفر بلوزان، بدليل كل ما حصل في ذلك الوقت. ولكن اليوم بعد 100 سنة على سايكس بيكو، أعتقد أنه بشكل غير مباشر وخصوصا فرنسا تود أن تبين بأنها تشعر بالذنب تجاه ما فعلته ضد الشعب الكردي وضد شعب وهل الشعور كافي أستاذ محمد؟ أكيد مو كافي، أكيد أبدا مو كافي. لكن هذه المسألة سيدتي لن تتم يعني بهذه السرعة. العراق دولة منذ 100 عام، يعني هذه الدولة، تفكيك هذه الدولة لن يكون بالأمر السهل حتى لو كان الوضع السياسي معقدا جدا. يعني اليوم هذه الدولة هي عضوة في الأمم المتحدة، كيف نتوقع للأمم المتحدة أن تعترف في لحظة وأخرى بأن هذه الدولة مفككة إن لم يكن هناك اتفاق جماهيري بين المكونات العراقية؟ هذا من جهة. ولكن لنعد إلى الشعور بالذنب الأوروبي الغربي تجاه شعب كردستان، بالتأكيد لا يكفي، ولكن هي خطوة أولى وإيجابية ومهمة. عندما تستقبل فرنسا وبريطانيا قادة الكرد على أعلى المستويات، هذا بكل صراحة يعتبر تطورا إيجابيا ومهما. عندما يرفض ماكرون أن يبات في بغداد ويتوجه إلى أربيل في ساعات الفجر الأولى ليبدأ بزياراته وجولاته في داخل كردستان ويتوجه إلى الموصل، ومن الموصل إلى أربيل، ومن أربيل يتوجه إلى باريس، أليست هذه نقطة إيجابية؟ بالتأكيد إيجابية. يعني حتى في وقتها رئيس الوزراء التركي. أستاذ محمد، يبدو أن الإنترنت أو الكهرباء انقطعت عند الأستاذ محمد زنقنة. قبل ما نفوت على الحلقة نبه لهالشغلة أنه ممكن أنه تنقطع الكهرباء. يا ريت
أصدقائنا الأستاذ عبد الباقي والأستاذ عبد نعم. الخان تتواصلوا مع يا أهلا وسهلا أستاذ محمد مجددا. نعم. يبدو أن الكهرباء هي اللي انقطعت. لا بالعكس، لا أنا يعني فجأة اختفى البث لكني رجعت من يعني لنعد إلى هذه النقطة المهمة. رئيس الوزراء التركي في وقتها عندما زار بغداد لم يبت في بغداد، جاء إلى إقليم كردستان ليبات في إقليم كردستان. إذن تركيا المعارضة سياسيا وقوميا لاستقلال كردستان ترى في كردستان الجانب الآمن من العراق. هذه كلها نقاط إيجابية يجب أن تستغل، ولكن لنقل هل ستؤيد هذه الدول الغربية استقلال كردستان؟ المعطيات هي التي ستجعلها تؤيد هذا الاستقلال حتى لو تجرعته بكأس السم، لأنها وبكل صراحة ترى فشلا في السياسة، في الإدارة، في الاقتصاد من قبل الجانب العراقي، وترى نجاحا. هذا النجاح يعني غير بعيد عن النواقص أكيد في إقليم كردستان، ولكنه على الأقل يتفوق على كثير من دول المنطقة وليس العراق فقط. لذلك أنا أقول وأؤكد دائما معطياتنا نحن كنجاح سياسي واقتصادي في إقليم كردستان سوف يكون نقطة تجبر هذه الدول على الاعتراف باستقلال كردستان، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى العمل الهادئ والمرن وتقبل الجميع دون أن نغلق الباب أمام أي كان، ودون أن نسلم أنفسنا لهذه الدولة أو تلك أو لهذا الطرف أو ذاك. نعم بالتأكيد أستاذ محمد، لا نشكك بأهمية العلاقات وعلاقات الصداقة تحديدا والعلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية بين إقليم كردستان والدول العظمى مثل بريطانيا. ولكن هناك سؤال من الأستاذ أو مداخلة من الأستاذ زارا يوسف يقول بأن بعد ثورة محمود الحفيد والبرزاني بريطانيا لا تعترف بالصداقات، ليس لديها سوى لغة المصالح. فهنا تحديدا ما هي المصالح التي يمكن أن تربطنا مع الدول الكبرى مثل بريطانيا وتجعلنا نقطة في موقع القوة وليس موقع الضعف، أن لا نكون دائما عفوا لهذا الكلام، ولكن نحن كقوة ضعيفة ليس لدينا دولة إقليم، ولا توجد كثير من المشاكل والتحديات بين حكومة الإقليم وبين المركز على كثير من الأمور. فما هي النقاط القوة التي تجعلنا ممكن أن نثق ببريطانيا مثلا بالصداقة يعني معها؟ نعم، المسألة إن وثقنا أم لم نثق ببريطانيا، وإن يعني اعتمدنا أو لم نعتمد على هذه النقطة يجب أن نستغل هذه الفرصة مهما كانت النوايا. نحن لا نعمل على النوايا، نحن نعمل على ما يتم تقديمه لنا. لا يمكن أن نغلق أو نقفل الباب أمام الصداقة البريطانية أو التعاون البريطاني. نعم هذا صحيح، أنا قلت في البداية أنه الجانب البريطاني لا يتحدث عن استقلال كردستان ويتحدث عن دعم كردستاني فقط في إطار العراق، ولكن هذا العراق إلى متى سوف يستمر؟ نحن نعم لا نثق بأي طرف من هذه الأطراف، ولكن الظروف التي تعتمد عليها هذه الدول هل ستبقى على حالها؟ وهل سيبقى وضع العراق معلقا؟ وخصوصا أن الميليشيات تريد أن تسيطر على كامل العملية السياسية العراقية. أنا أرى بأننا إن وثقنا أم لم نثق، أو هم إن وثقوا بنا أو لم يثقوا، لكنهم يرون بأن في كردستان قصة نجاح وقصة قوية جدا، وقصة من الممكن أن تكون سببا أساسيا ومهما في تمشية مصالحها التجارية والاقتصادية والسياسية. نعم دائما يقال بأن كردستان ليس لها منفذ بحري، رب العالمين خلق كردستان هكذا، يعني هل نوقف كل ما نصبو إليه ونريد أن نحققه ونطمح إليه فقط لأن كردستان ليس لها منفذ بحري؟ ولكن من الأهم من كل ذلك الأمن والاستقرار، التجربة الأمنية الناجحة في إقليم كردستان. المواطن البريطاني، المواطن الغربي العربي الأوروبي السائح يكون في كردستان شاعرا بالأمان بنسبة 100%، لكنه يخاف أن يتوجه إلى بقية المناطق. إذن كما قلت الوضع المستمر بهذه العقلية التي تحكم بغداد وبوجود خسائر دولية كبيرة في ظل دعم الحكومة العراقية الهشة
وفي ظل وجود عداء ما بين العراق وما بين دول الجوار والدول العربية، يعني خلينا لا نكون متفائلين بشهر العسل بين العراق والجانب العربي أو العراق وتركيا والعراق وإيران. هذه المسألة هشة جدا ومن الممكن أن يعني تفسد بين لحظة وأخرى، ولكن الوضع في كردستان وجود أمنية تساعد على الاستثمارات، تساعد على وجود مكسب مالي حقيقي، تساعد على وجود تسهيلات ليكون لبريطانيا وليكون لفرنسا والولايات المتحدة تواجدا دون تهديد، دون وعيد، دون أن يقتل أو يعني يجرح أي مواطن غربي من هذه الدول. سوف تعيد الحسابات. أنا توقعت وأنا ما زلت عند توقعي يعني بعد 2017 إننا من 5 إلى 10 سنوات سوف نشهد تغيير في الوضعية السياسية لهذه المنطقة. هذا الإقليم الذي نقول عنه أحيانا بأنه مجرد إقليم لم يأتي بهذه السهولة، لم يكن مكتسبا فقط بين ليلة وضحاها. تحت أرض هذا الإقليم الآلاف من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نتحدث أنا وأنت سيدتي اليوم على الهواء مباشرة، ويسمعنا ما لا يقل عن 1000 شخص على الهواء مباشرة ويروا. كبير. بالتأكيد هذه المسألة لم يكن ليتوقعها أي شخص في كردستان قبل 30 أو 40 عاما. إذن المسألة تتجه نحو خطوات صحيحة وخطوات علمية وعملية. هناك دول تشكلت بغمضة عين واختفت في غمضة عين. هناك دول في المنطقة. العفو. نعم. نعم. مثلا العفو أنا آسف، جمهورية كردستان في مهابات تأسست في غمضة عين استمرت 11 شهر. لماذا؟ لأنها تأسست سريعا وتأسست في ظل تحدي، ونفس التحدي هو الذي أسقط هذه الجمهورية. إذن اليوم في ظل وجود هذا الخطاب السياسي ووجود نضال سياسي ونضال عسكري سابق رسم لهذا النضال السياسي، أنا أعتقد بأننا نسير في الخط الصحيح. وهذه العقبات التي نراها بين الفينة والأخرى شيء طبيعي جدا ووارد وغير نادر الحصول، بل من الممكن أن نتوقع عقبات أكبر ومشاكل أكبر أيضا في المستقبل إلى أن نصل إلى الطريق الصحيح أو إلى نهاية الطريق الصحيح الذي نصبو إليه. نعم بالتأكيد أستاذ محمد، ولا يخفى ما أثنى به جون ماكفيل في اجتماعه مع سيادة الرئيس ورئيس مجلس اللوردات البريطاني على تجربة الإقليم الديمقراطية ووجود البرلمان فيه وتخصيص مقاعد كوتا للنساء أكيد. وممثلي المكونات وضمان ممارستهم للعمل السياسي الحقيقي في المؤسسات الحكومية. شو كان رد الرئيس نيتشيفان بارزاني على هذه الإشادة اللي صرح بها رئيس الوزراء مجلس اللوردات البريطاني؟ نعم، أنا أود أن أذكر أنه في بداية الألفينات وفي اجتماع لبرلمان كردستان استضاف الرئيس مسعود بارزاني، في ذلك الوقت قال جملة مهمة جدا، قال: القومية لا تقاس بالعدد، إن كانوا 5 أو 500 أو 5000 فهذه قومية وليست أقلية. منذ ذلك الوقت هذه المسألة يشاد بها من قبل الجانب الدولي. الرئيس مسعود بارزاني في حينها تحدث بأن هناك في كردستان القومية التركمانية والآشور والسريان الكلدان، وهناك أديان وهناك مذاهب. إذن هذه المسألة ليست بالجديدة. بالتأكيد الرئيس نيتشيفان بارزاني أكد بأن هذه صفة أو تربية متجذرة في داخل الثقافة الكردستانية، في تربية الفرد الكردستاني. ثورة أيلول ضمت في صفوفها من المسيحيين والمسلمين والإيزيديين، من المتدينين وغير المتدينين، من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. المثال البسيط الذي أتحدث عنه دوما الشهيد فرانسو حريري الذي كان يساريا والذي كان آشوري القومية ومسيحيا، عشق شخصا اسمه الملا مصطفى البارزاني الخالد الذي هو مسلم وهو كردي وهو رئيس لحزب قومي أو بصبغة قومية. يعني انظروا لسياسة الخالد مصطفى البارزاني كيف أقنعت المئات والآلاف من أمثال الشهيد فرانسو حريري لأن يتوجه نحو الحركة التحررية القومية الوطنية الكردستانية
ويكون من البيشمركة الأوائل لثورة أيلول ويضحي بروحه من أجل كردستان ويختال بأيادي آثمة. عندما تعرض البارزاني الخالد لمحاولة الاغتيال في حاج عمران في 29 أيلول 1971، أحد الشهداء كان الشهيد آدم المسيحي الذي فدى البارزاني بروحه في معركة جبل هندرين. الأول شهيد لقوات البيشمركة كان الشهيد مام ريحانة الآشوري المسيحي. إذن رد الرئيس نيشيرفان بارزاني كان واضحا بأن هذه المسألة هي ثقافة متجذرة فينا. أولى شهداء أنفال بارزان كانوا من قرية بيديال، كانوا مسيحيين، كانوا آشوريين، وهناك الكثير حتى من العرب لمعلوماتك ست نجاح من ضمن قوات البيشمركة. كان هناك من العرب، من الضباط المنشقين من الجيش العراقي، من أهمهم الفريق خضر الذي كان يشغل رتبة ملازم وكان يخدم تحت إمرة الشهيد إدريس بارزاني. إذن واضح جدا بأنها ثقافة متجذرة، قبول الآخر، السلم المجتمعي، وجود تعايش سلمي، وجود يعني مسألة توحد في المواقف والرؤى، وجود عملية سياسية تسمح لجميع القوميات والأديان والمذاهب أن يلعبوا دورهم بشكل في إطار القانون دون أن يكون هناك أي رادع لهم. هو النقطة الوحيدة التي تشكل العلامة الفارقة ما بين فشل العراق والنجاح في إقليم كردستان. رد الرئيس نيشيرفان بارزاني كان في هذا الإطار، وبالتأكيد هذا الرد أتى في إطار مقال نشره في صحيفة التايمز البريطانية وتشرفت بترجمته إلى اللغة العربية. في هذا المقال بين الرئيس نيشيرفان بارزاني بأن كردستان لا يعيش في كردستان الكرد فقط، هناك الأيزيدي والمسلم والمسيحي، هناك الكردي والتركماني والآشوري والكلداني، وكلنا نتقبل بعض، وكلنا نعيش على هذه الأرض سواسية، يحكمنا القانون ويحكمنا التاريخ ويحكمنا الواقع الحاضر الذي نعيشه اليوم. نعم، وتحكمنا ثقافة التعايش المشترك بالتأكيد. بالطبع. من أفضل نتائج الصداقة بين حكومة إقليم كردستان هو قرار البرلمان البريطاني جرائم داعش على الإيزيديين والمكونات الأخرى في العراق وإقليم كردستان بأنها جرائم إبادة جماعية، وأن إقليم كردستان يلعب دورا مهما في محاربة الإرهاب. هل سنجد مستقبلا اهتماما مباشرا أو علاقات مباشرة بين وزارة الدفاع البريطانية وبين وزارة الدفاع البيشمركة برأيك؟ طبعا نعم. الأهم من كل ذلك أنه لا يمكن تفسير أي علاقة دولية بين إقليم كردستان وبقية الدول إن كان على مستوى المنطقة أو مستوى العالم، أوروبية كانت أو غربية، على أساس الإحباط الذي نراه في إطار نظرة ضيقة قصيرة المدى لعدم وجود علم ومعرفة بالعلم السياسي ولعدم وجود علم ومعرفة بالمعطيات التي تحكمنا الآن. نعم، هناك علاقات وثيقة تربط بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع البريطانية ووزارة الدفاع الفرنسية. من يرى في نفسه بأنه لا يستطيع أن يرى أو يعني أن يقرأ لأكثر من أنفه مع كل الاحترام لأبعد من نظرة عينيه الضيقتين فلا يفسر الوضع السياسي في إقليم كردستان. البيشمركة قوة معترف بها بريطانيا لمعلوماتكم، إن وثقنا أو لم نثق بالجانب البريطاني. البيشمركة شريك أساسي في الحرب ضد إرهابي داعش. بريطانيا اعترفت بجرائم الإبادة الجماعية للأنفال وحلبجة في أروقة مجلس العموم البريطاني، اعترفت بالجرائم ضد الكرد الإيزيديين، اعترفت بجرائم الأنفال. كل هذه منجزات. لا نستطيع أن نقول بأننا اتعظنا أو لم نتعظ، لا نستطيع أن نقول بأننا يعني لا نرى غير ما يعني نوعد به ولا يكون هناك تنفيذ لهذا الوعد. هذه مصالح يجب أن يعني نقنع أنفسنا بأن نوائم بين المصلحة العامة الكردستانية ومصالح هذه الدول بما لا يتناقض مع القضية القومية والوطنية لشعب كردستان. نعم، أنا أتوقع مزيد من التعاون بين الجيش البريطاني والمنظومة الدفاعية البريطانية والقوات البريطانية ووزارة البيشمركة. لماذا؟ لأن وزارة البيشمركة، قوات البيشمركة ليسوا ولائيين، الولاء للأرض وللوطن فقط وللإنسانية. هذا أولا. نعم، لا تتحكم المشاعر
المذهبية والطائفية والقومية بقوات البيشمركة. هناك قوة عربية من قوات البيشمركة يقودها السيد اللواء مطاع ضمن المنظومة الدفاعية والعسكرية لإقليم كردستان. هناك قوة من المسيحيين ضمن قوات البيشمركة، هناك قوة من الأيزيديين في أطراف سنجار. إذن كل هذه المسائل تضع الجميع أمام نقطة مهمة، ألا وهي بأن هذه المنطقة لا تطمح لدولة قومية متطرفة، لا تطمح لدولة إجرامية كما كان موجودا في زمن صدام حسين، ولكنها تطمح لإنسانية قل نظيرها في المنطقة. نعم. نعم أستاذ محمد، أيضا قام سيادة الرئيس نيشيرفان بارزاني بزيارة وزير التربية الكردي في نعم. بريطانيا، وزير التربية البريطانية نعم. السيد نديم الزهاوي. هل ستكون هناك استفادة من هذه التجربة، تجربة التربية البريطانية في إقليم كردستان من خلال طبعا المناهج وتقديم الخبرات مستقبلا؟ نعم. الرئيس مسعود بارزاني أكد على مسألة التربية وعلى مسألة أن تكون هناك في المدارس في جميع المراحل الدراسية اهتمام بالروح الوطنية والقومية والاستفادة من التكنولوجيا. إذا نحن أمام نقطتين مهمتين جدا: أن نستفيد من الوضع الحالي في كردستان، وأن ننشر الثقافة الوطنية والقومية في المدارس، وأن نستفيد من تكنولوجيا الدول أو التطور الذي وصلت إليه هذه الدول. نعم، طبقنا الكثير من التجارب الأوروبية في إقليم كردستان، بعضها نجح وبعضها لم ينجح. التجربة البريطانية مهما كانت ناجحة يجب أن تكون هناك نقاط مشتركة تتوائم مع الواقع الكردستاني. المجتمع الكردستاني يختلف عن المجتمع البريطاني، هناك عادات وتقاليد في كردستان لا توجد في بريطانيا، وهناك ما يوجد في بريطانيا لا يوجد في كردستان. إذن نحن يجب أن نستفيد من التطور التكنولوجي العلمي البريطاني ونعممه على إقليم كردستان بالاحتفاظ بخصوصية إقليم كردستان. نعم، السيد زهاوي له علاقات قوية جدا مع القادة السياسيين في إقليم كردستان، وهو متفهم لهذا الموضوع مهما كان بريطانيا، لكنه إنسان شرقي ويعلم، وهو إنسان كردي ويعلم جيدا كيف تتحكم العقليات بهذا المجتمع، كيف نستطيع أن نطور من المجتمع دون أن ننسى العادات والتقاليد الجيدة والإيجابية. أنا لا أتحدث عن السلبيات المكتسبة من هذا الطرف أو ذاك، لا، أنا أتحدث عن العادات الكردية الأصيلة الإيجابية، عن الأخلاق الكردستانية الحميدة التي يضرب بها المثل. بالتأكيد هناك زمالات دراسية، هناك الكثير من البعثات الدراسية، مبتعثين يعني كرد يدرسون في بريطانيا، هناك أيضا جاليات بريطانية تتواجد في أربيل، في السليمانية، في دهوك. كل هذه المسائل ستساعد في التقريب في النظر بين الجانبين، ولكن الأهم من كل ذلك أن يعود المبتعث الكردستاني من بريطانيا بروح كردية وبتكنولوجيا اكتسبها من الغرب ويطبقها بإيجابية في كردستان، وأن تكون المناهج الدراسية في إقليم كردستان متوائمة مع التكنولوجيا وغير متناسية لما نؤمن به نحن من آراء إيجابية ومسائل تخص المجتمع الكردستاني، مع خصوصية المجتمع الكردي. أستاذ محمد، بالضبط. نعم، السيد نديم زهاوي هو شخص متفهم، وهو شخص كان دائما ضاغطا على الحكومة في مسائل تخص الوضع في إقليم كردستان والوضع الكردستاني، وأنا متفائل في هذه النقطة فيما يخص العملية التربوية. نعم. هل هناك علاقات تجارية مع بريطانيا أستاذ محمد؟ أكيد نعم، هناك استثمارات بريطانية في العراق في إقليم كردستان، على هناك مستوى الشركات نعم، شركات القطاع الخاص تتواجد في إقليم كردستان. يعني منذ تقريبا 2005 و2006 هناك العديد من المؤتمرات تعقد في إقليم كردستان للاستثمارات البريطانية. نعم، هي ليست بمستوى الطموح وليست بالمستوى الذي نريده نحن ككردستانيين، ولكن تتواجد هناك العديد من البضائع الإنجليزية تتواجد، شركات إنجليزية تتواجد، هناك مستثمرون يعني يتشاركون مع مستثمرين محليين في إقليم كردستان، وهذه المسائل كلها مدونة بنسبها في الهيئة العامة للاستثمارات في الإقليم. ولكن نحن نحتاج إلى المزيد، نحتاج إلى الاستثمارات ورأس المال البريطاني في كردستان لتكون هناك توأمة بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما تؤكد عليه الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان بفتح باب الاستثمار، ولكن دون التجاوز على القوانين ودون وجود تجاوزات أخرى على الحق الكردستاني بشروط تفرضها حكومة الإقليم، بوجود يد عاملة كردستانية وبوجود أيضا مساعدة قوية
تقوية البنية التحتية الاقتصادية في إقليم كردستان. نعم، النهوض بالاقتصاد الكردستاني. بالتأكيد. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر أو موضوع آخر، علاقة حكومة الإقليم مع دول الخليج وبالذات مع دولة الإمارات. إمارة أبو ظبي. تزامنت زيارة الرئيس مع زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد زايد، نائب القوات المسلحة الإماراتية من جهة، ورئيس مجلس أبو ظبي التنفيذي في مقر إقامته. شو كانت أهم المواضيع التي طرحت في هذا الاجتماع؟ طبعا العلاقات الكردية الخليجية ليست جديدة ست نجاح. الشيخ محمود الحفيد عندما عاد من منفاه كان ضيفا لدى أمير الكويت في تلك الفترة، ضيفا لدى أحد أمراء الكويت. يعني هذه العلاقة بين الجانب الكردستاني ودول الخليج ليست بالجديدة. نعم، نؤاخذ أحيانا على دول الخليج بأنها كانت مخدوعة بصدام حسين وكانت تدعم صدام حسين، لكن بشكل أو بآخر لا نستطيع القول بأنها كانت مصدقة بأن صدام حسين هو من ارتكب جرائم الإرهاب الإرهاب الأنفالي أكيد، وقصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية. ولكن بعد 2003 كل هذه المسائل تغيرت. في التسعينيات أيضا عن طريق منظمات الهلال الأحمر الكويتية والإماراتية والقطرية كانت هناك مساعدات إنسانية تصل إلى إقليم كردستان في ظل حصارين مفروضين على إقليم كردستان، حصار أمريكي على العراق وحصار صدامي مفروض على إقليم كردستان. العلاقات الإماراتية تقوت بعد 2005 و2006 وتوجد بافتتاح القنصلية الإماراتية في إقليم كردستان. اليوم هناك توأمة بين منظمة البارزاني الخيرية والهلال الأحمر البريطاني الإماراتي الهلال الأحمر الإماراتي ساعد النازحين واللاجئين في إقليم كردستان، نفذ العديد من المشاريع. ولكن هذه المشاريع هل ستبقى فقط في هذا الجانب؟ بالتأكيد لا. هناك شركات استثمارية إماراتية، هناك استثمارات نفطية في حقل كورمور على سبيل المثال، هناك العديد من المشاريع. نعم، تعطلت بعض المشاريع بسبب الأزمة المالية في إقليم كردستان، ولكن دانا غاز ما زالت متواجدة في إقليم كردستان. هناك أيضا شركات أخرى تتواجد في الإقليم. أنا أعتقد بأن الإقليم سوف يستفيد أيضا من التجربة العسكرية الناجحة للإمارات والتجربة السياسية والتجربة العلمية للإمارات. اليوم يعني شأن قوي وعالي جدا بين الدول. الجواز الإماراتي هو الأول عالميا، الإقامة الذهبية الإماراتية عندما تمنح لواحد فكأنما فتح له باب الحظ. لذلك أعتقد بأن هذه الزيارة نعم لم يكن مخططا لها، ولكن الجدول العام للحكومة البريطانية الجديدة كان قد زامن بين زيارة سمو الأمير محمد بن زايد إلى بريطانيا والرئيس نيتشيرفان بارزاني في نفس الوقت، ولكن دون وجود تخطيط مسبق للالتقاء بين الجانبين. الرئيس نيتشيرفان بارزاني استغل فرصة تواجد الأمير محمد بن زايد في بريطانيا ليزوره ويؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين. الرئيس مسعود بارزاني، الرئيس نيتشيرفان بارزاني، وحتى دولة الرئيس مسرور بارزاني دعوا لأكثر من مرة إلى دول الخليج، إلى الإمارات، إلى قطر، إلى الكويت. هذه العلاقة يجب أن تتجدد بين الفينة والأخرى ويؤكد على قوتها ومتانتها. لذلك أنا أعتقد بأن نتائج هذه العلاقة سوف نراها في القريب العاجل، ولكن الجانب الإنساني هو الجانب الأقوى حاليا، وخصوصا بوجود أطراف خيرية ساندت في إقليم كردستان النازحين واللاجئين، وهذه أيضا نقطة انتصار كبيرة ونجاح كبيرة جدا لإقليم كردستان. أنا أود أن يفهم الكثير من المتابعين، أنا لا أتحدث بتفاؤل مبالغ فيه، لا، أنا أتحدث بمعطيات. هذه المعطيات ممكن أن تتحقق اليوم أو أن تحقق نتائجها اليوم، أن تحقق نتائجها غدا، بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات. لكننا وضعنا الأسس، وضعنا النقاط المهمة الإنسانية العسكرية السياسية الاقتصادية لإقليم كردستان، وخصوصا مع الجانب العربي. لا يمكن تجاهل الجانب العربي، لا يمكن إهمال الجانب العربي. مشكلتنا بالدرجة الأساسية مع القومية العربية، جيراننا الأقرب إلينا هم العرب. لذلك يجب علينا أن نفتح كل أبوابنا أمام كل الأطراف وأن نطرق كل الأبواب. والإمارات أيضا بتجربتها الفيدرالية الناجحة ستستطيع مساعدة العراق ومساعدة إقليم كردستان في الكثير من الأمور. نعم.
لا شك لا شك، هي فتح مجال أو قنوات الصداقة بيننا وبين الدول العربية وبيننا وبين الدول الأجنبية، هي مكسب لمستقبل أكيد. إقليم كردستان سياسيا ودفاعيا حتى، في ظل الهجمات التي تتوالى والتي لا زال خطر للأسف نعم. داعش موجودا، ولا زالت الخلايا النائمة موجودة، ولا زالت التحديات الأخرى أيضا بتدمير الإقليم والدول في المنطقة كلها أيضا. وشفنا طبعا أنه قديش كانت صداقة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجر مفيدة لشعب كردستان في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بصدور القرار الأممي 688، وأيضا فرض حظر التجول، حظر الطيران، وإحداث ملاذ آمن لشعب كردستان. طبعا زيارة الرئيس نيشيرفان بارزاني لبريطانيا مثل ما تفضلتوا كاك محمد كانت مفيدة جدا ومهمة جدا، وأشكرك باسم قناة البيف تي في، وطبعا لحضورك ولإسهابك ولهذه الإيضاحات وبكل تفاصيلها، وبصدر رحب أجبت على بعض الأسئلة لمشاهدينا الذين طبعا نشكرهم من القلب لمتابعتنا خلال ساعة من الزمن، ونتأمل أن نستضيفك في مناسبات أخرى. وأشكر باسمي وباسم قناة بيف تي في الأستاذ محمد زنقنة، وأشكر الأستاذ عبد الباقي الحسيني والأخ عبدال الكلداري لوجودهم معنا في ساعة من الزمن وراء الكنترول. وأشكر جميع المشاهدين، وإلى حلقة قادمة، دمتم بألف خير.